مفيش مفاجأة قريب؟ لا مفيش مفاجأة، المفاجأة اللي احنا نزلنا النهارده. مفيش مفاجأة. ها ما تحرجموش. أخيرا مفيش مفاجأة. مفيش مفاجأة. ها اقعدوا عشان اقول لكم كتير ما نزلناش على يا نهار ابيض. انا بجد الشهرين اللي فاتوا دول كانوا أسوأ شهرين. لسه في شهرين تاني جاي. لا 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 الشهرين اللي فاتوا دول يا جماعة كانوا صعبين ايه، قوي. في كمية عمليات في البيت كتيرة. الحمد لله بجد. انا سايباهم عاملين عملية ولسه في عمليات هتحصل تاني. انا بصوا كل عمليه، يعني انا اخواتي الثلاثه كل واحده ليهم عمليه، واحده عملتها فاضل 2 كل واحده ليهم عمليه برضه. ستين تعبان، ستين جاله هيربس. يلا بقى انا هاخد بقى بريك، يعني مثلا كام يوم كل عمليه واحده فيهم، فاهمين؟ يلا الحمد لله. احنا احسن من غيرنا ولا ايه؟ حصل ايه السؤال ده؟ بيقولوا لي لو خيروكي تعيشي مع جوزك ولا اهلك؟ انا وجوزي عايشين مع اهلي. الناس دي ما تعرفش حاجه، الناس دي ما تعرفش حاجه والله العظيم. المهم يعني تفتكر لو خيروني اعيش معاك ولا مع اهلي هختار مين؟ اخترتوا انتوا الاثنين. انا ما بسالكش انت يا حبيبي. تختار مين طيب؟ تختارين انا ولا اهلي؟ بصي انا اجيب لك الحل الاجمد. يلا بينا نروح. بالظبط كده. انا بروح شقتنا يومين يا جماعه، تقول لا فينا بقى. بصوا انا ما قلتلهوش، يعني انا هفاجئه بالسؤال واحنا الاثنين نرد في مره واحده ونشوف احنا راينا زي بعض ولا لا. تمام. 1 2 يا بهري ده انا كنت اقول معاك. يوه طابة بجد انا بالنسبه لي اجمل مكان سافرته هنا. ريلاكس خالص كده يا جماعه، تحفه تحفه. طابة يا جماعه خيال. مش عايز اروح والله. ومناسبه جدا لشهر العسل، مناسبه جدا. احنا كنا يعني اول مكان نسافره بعد الجواز وكده. اي مكان تعرفوا اليهود اتخانقوا عليه اعرفوا ان المكان ده بجد جنة الله على الارض. طابة جميله جمال مش طبيعيه والله. احلى اسبوع قضيته في حياتي. كان ايام حلوه جدا بجد. تفتكر ازاي؟ بصوا اللي بيحب ولا بيزهق ولا بيمل. لا بس ما تنكرش. طب بص ما تنكرش. والله العظيم عمري ما حبيت ولا مليت. عمرك ما حبيت؟ يعني يعني ولا مليت ولا شيء. طيب بص بس ما ننكرش ان في ضغوطات بتواجه البني ادم وهو ما بيبقاش قادر بجد يتعامل. حابب اطلعها معاك. بتطلع الضغوطات عليا؟ لا معاك. يمكن نخرج، يمكن اي حاجه، ممكن اغير جو. خلاص برجع تاني. والله يا جماعه بجد هو الموضوع. لا انا ما بزهقش. لا انا ما بزهقش. اصل في ضغوطات كده والله. لا بس مش بزهق. انا ممكن ساعات ما ببقاش قادره. يعني هو الفكره ان الشخص اللي مش قادر الشخص التاني هو اللي يقومه. انتوا فاهميني؟ يعني انا ممكن لو احمد كان سابني في اوقات كتير قوي في حياتي بنفس الملل اللي انا كنت فيه وبنفس شغفي اللي كان مش موجود، انا كنت هبقى انسانه تانية. بس لا، هو كان دايما بيحاول يقومني من اللي انا فيه. فبالنسبه لي ده اللي بيجد. تنفع تركبيها في فرحك وحلوه جدا جدا جدا، بس ما تركبيهاش باللزق اللي بيجي معاها، لان اللزق اللي بيجي معاها بيبقى استعمالي، يعني تستعمليه في يومك العادي جدا، مش اللي هو فرحك والدريس مثلا وانت بتعدليه الطرحه فتلاقي الضفر عمل كده فاللزق فك. فتجيبي ايه؟ هتروحي عند اي بتاع ميك اب او اي موان او اي حد تقولي له عايزه اللزق صاروخ. هو علبه كده لزق بحوالي ب10 جنيه، دي بتتلزق حلوه جدا. بصي لو عملتي ايه في حياتك مش هتتحرك. معلش انا بس بفيد البنوته بس فرحها، عشان انا يوم فرحي عايزه تسال بس على الضوافر بتاعتي. يوم فرحي يا جماعه نسيت اركب ضوافر. انتوا متخيلين؟ كانت ضوافري كنت مركباها شكلها كانت قبيحه بجد. فهتلزقيه بلزق الصاروخ ده ومش هيتفك نهائي. هتروحي عادي تفكيها بميه سخنه. اول ما تروحي عادي هتفكيها بميه سخنه عادي ومفيش اي مشكله، وتقدري تتعاملي يعني بعد كده من غير ضوافر.